كأنك بتاكلي زبدة تحفة. في البداية هنجيب الليمون، طبعا بيبقى لونه أصفر والقشرة بتاعته خشنة شوية. هو ليمون بتاع تمليح، يعني انت لو مش بتعرفي بتختاري الليمونة اللي قشرتها من فوق ناشفة، اللي هي ناشفة شوية أو محببة شوية. خلاص بتتخلصي من أي حاجة مش نضيفة فيه، اللي هي بايظة أو اللي هي مش سليمة. هتغسليه كويس جدا جدا تحت المية، ولو في اي واحدة مش سليمة هترميها. تمام. طيب هنعمل علامة كروس كده على كل ليمونة، زي علامة الاكس كده على كل ليمونة. مش هنحطها لتحت خالص، مش هتفتح الليمونة لتحت، هي ليمونة نصها كده بس شوية، علشان احنا دلوقتي هتيجي مرحلة السلق اللي احنا هنسلقه. فما ينفعش تحطي تقطعيه جامد، يعني لازم يبقى الكروس كده لحد النص. دي اول خطوة. تاني حاجة، انت وانت بتعمليه في الخطوة دي هتحطي مية مغلية على النار. اول ما المية بتغلي زي ما انتوا شايفين هنحط فيها الليمون كله اللي انت عملتيه. طيب تمام، هتسيبيه قد ايه؟ هتسيبيه من تلت لنص ساعة. ليه بقى الخطوة دي؟ علشان يكون استوى كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين، من تلت لنص ساعة. وبعدين هتحطيه تحت الحنفية شوية، هتبرديه وتفضلي سايباه في المية الباردة. دي تاني خطوة. بعدين هنحضر الحشوة بتاعته. معانا فلفل احمر، اللي هو الرومي، الفلفل الاحمر الالوان اللي هو بتاعنا الكبير ده. تمام. طيب وهنقطع الجزر على كل كيلو ليمون. هتحطي جزرتين، اتنين واحدة جزر. تمام. وهتحطي فلفلاية حمرا او نص فلفلاية. طيب انت لو بتحبيه حراق جدا هتحطي معاه الفلفل الاخضر الحامي. خلاص كده. لو بتحبيه مش حراق قوي او مش سبايسي قوي قوي، هتعمليه زي ما انا بعمله كده، اللي هو العادي اللي انت بتاكليه مش بيبقى حراق قوي. طيب احنا كده حلينا. لو هو انت عايزاه حراق قوي هتعملي ايه؟ هتحطي فيه الفلفل الحامي الاخضر. تمام. اللي هو كان في الاول الحامي ده. طيب هو انا كنت جايباه يعني لما دقته ما كانش حراق، يعني كان تحسي ان هو مش حراق، كان عادي. فعشان كده انا هقطعه واحطه في الخلطة بتاعتي، في الحشوة بتاعتي. خلاص. طيب عملنا الجزر وعملنا الفلفل الالوان. طيب هنحط قد ايه؟ انا عامله 3 كيلو، هحط ب 30 جنيه عصفر. طب انت لو عامله كيلو واحد هتحطي ب10 جنيه. طب لو عاملة كيلو واحد هتحطي ب10 جنيه عصفر. هتحطي 2 جزرة، هتحطي فلفلاية حمرا أو نص فلفلاية حمرا. هنحط بعد كده حبة البركة، هنحط معلقة كبيرة من حبة البركة. طب بالنسبة للملح هنحط معلقة ملح كبيرة، ده للكيلو. أنا هنا حطيت 3 معالق ملح، وحطيت 3 معالق كبار حبة البركة، وحطيت العصفر بتاعي وحطيت الجزر بتاعي، لان انا زي ما انا قلت لكم عامله 3 كيلو. هنحط شويه زيت، مش هنحط حبه كتار، يعني مقدار اقل من ربع كوبايه. تمام. هنقلب كل الحاجات دي مع بعض، الخلطه بتاعتنا وانت هتدوقيها طعمها فظيع. هنقلب كل دول مع بعض كويس جدا جدا جدا. طب انت لسه ما قلتلناش ازاي خليتي الليمون مش ممرر. هقولك دلوقتي يا ستي. الليمون عشان ما يبقاش ممرر هتعملي ايه؟ انت سلقتيه، هتحطي فيه ميه وهتسيبيه منقوع في التلاجة او بره براحتك يوم كامل. اللي انت هتعمليه مثلا عملتيه الصبح هتغيري الميه عليه كذا مره، وبعدين بالليل هتحطيه في التلاجة وهتدخلي تنامي، وهتصحي تاني يوم هتغيري عليه الميه مرتين او حاجه، وتبداي بقى تشتغلي فيها ست الكل. بس كده. وهتدوقيه هتلاقيه المرارة بتاعته راحت، ولا تعملي بالمية بتاعته اصلا هملح بيها ولا اي حاجة. على فكرة تمليح المية بالمية بتاعته والله بيطلع مر جدا. خلاص دي خطوة الليمون. طيب هنعمل البرطمان ازاي؟ البرطمان اهم حاجة يبقى متعقم، علشان لو البرطمان مش متعقم معاكي هيبوظ الليمون او اي مخلل. هتيجي تفتحيه هتلاقيه من فوق كده عمل عفن، او لو ما حطيتيش زيت. بس اهم خطوة اللي انتي تغلي مية، وهتحطي معلقة، او لان لو مش هتحطي معلقة زي انا البرطمان بتاعي الكسر الكبير اللي زي ده،
لو مش هتحطي معلقه سيبيها تهدى خالص خالص، وبعد كده عقمي البرطمان بتاعك. اهم حاجه خطوه تعقيم البرطمان. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ انا كده قلت لكم ازاي هتتخلصي من مرارة الليمون. هتنقعيه يا جماعة يوم بليلة زي الترمس بالظبط. بس يعني هتشتغلي فيه الصبح سلقتي، خلاص هتغيري المية عليه مرتين تلاتة اربعة طول اليوم، وبعدين هتعيني حطيه في التلاجة يوم بليلة. لما تصحي من النوم تاني يوم هتبدأي تشتغلي فيه. دي الطريقة الوحيدة اللي هتخلصك من مرارة الليمون، والطريقة دي سهلة وهتقدري تاكلي بيها الليمون. طبعا الليمون مستوي، تاني حاجة مفهوش مرارة، فهتاكليه تاني يوم عادي. او بالليل لو انت عايزاه تاكلي بالليل هتاكليه بالليل، مفيش مشكلة بعد ما انت تخلصي خطوة النقع بتاعة الليمون. انا قلت لكم اهو طريقة الليمون ازاي ما يبقاش في مرارة. طيب اشتغلنا فيه، بدأنا نحط الحشوة فيه واحدة واحدة كده بالراحة. هتحشيه حلو الخلطة اللي انت عملتيها، وتمام على كده هتخلصي كل المقدار اللي عندك. انا بدأت احط حبة فلفل ما كانوش حراقين، يعني كانوا طعمهم مش حراق، فقلت استغلهم بدل ما يترموا حر. بدأت اشتغل فيه واحشيه كده بالراحة واحدة 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 لحد ما خلص كل الكمية معايا. بس انا والله انا زعلت على البرطمان بتاعي اللي اتكسر، بس ما تغلطوش غلطتي وتحطوا المية بتغلي على طول، لان والله كان البرطمان ده جميل. انا كده خلصت يعتبر كل الكميه. بدات احضر عصير الليمون اللي انا قلت لكم بيعمل مزازه حلوه جدا جدا في الليمون بصراحه. عندي انا خطوه، معلش يا جماعه، هو كانت اكتر من كده ليمون بس هي متصورتش. يعني انا حطيت في كل برطمان ما يعادل ربع كوبايه ليمون. خدوا بالكم انا عايزه اقول لكم حاجه، انا ما حطيتش ميه كتير، يعني انا ما حطيتش ميه كتير. الميه دي الليمون، والميه اللي الليمون نزلها، فطلعت بالشكل ده. يعني انا المقدار اللي انا حطيته في البرطمان والبرطمانين دول حطيت ما يعادل كوبايه او كوبايه ونص. تمام. طيب الملح بتاعنا ركزوا، على كل كوبايه ميه هنحط معلقه ملح. خطوه سهله جدا، خدي بالك اعتمدي دي في كل المخللات. على كل كوبايه ميه معلقه ملح كبيره. لازم 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 تكون الميه مغليه وسايباها بارده. انت لو هتملحي مخلل سريع زي مثلا آه، الخيار، هتحطيها بتغلي. انا مش مملحه خيار اصلا، المخلل بتاعي جاهز، فانا بطبيعي سبت الميه لما تبرد خالص خالص. بس بدأت انزل الميه عشان يبقى هو كله مظبوط. وانت بقى بعد ما تقفلي البرطمان اقلبيه بقى فوق وتحت كده بايدك عشان كله يتجانس كل الخليط ده مع بعضه. وانا قلت لك انا ما حطيتش يعتبر ميه كتير، لان طبعا اللي نزل الليمون و آه، خطوة الليمون والليمون اصلا اللي انا كنت عاملاه نزل مية كمان في البرطمان، فلقيت عندي مية فيه تلات ارباع كده، فما احتجتش احط مية كتير. بس عشان ما تقولوش هي ما حطتش ميه ليه، بدات ادوقه هنا لقيته طعمه خرافي. وانتوا زي ما انتوا شايفين طبعا ايه هو قطعت مني لان هو كان مستوي. طبعا اهم حاجه تحطي زيت، اهم حاجه تحطي زيت على الوش. طيب هو خلاص انتي فتحتيه تاني يوم، خلاص خلصتيه شفتيه تاني يوم عجبك خلاص. طبعا كل ما الليمون تمليح الليمون ميزته كل ما بيقعد معاكي كل ما بيبقى جميل سبحان الله. طيب خلصت الليمون فتحتيه حطيتيه في حاجه، شيليه بقى في التلاجة. خلاص كده، يعني انت فتحتيه تاني يوم، فتحتيه ودقتيه عجبك خلاص، فتحتي حطي في التلاجة بقى على طول. ما تسيبهوش بره، هتسيبيه بره هتحطي عليه طبقة زيت كبيرة. فليه؟ ليه؟ هو الزيت اصلا غالي مش ناقصين يعني. فهو ده الحل، اللي انت خلاص اعتمدي كده اي مخللات عندك فتحتيها طعمها عجبك خلاص ما تسيبيهاش بره. ودي النتيجة النهائية يا جماعة، وقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو يلا بقى اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم.